السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنتعلم مع بعض أداة مهمة جدا في الإكسل هتوفر عليك وقت ومجهود في شغلك. ولو حابب تتعلم إكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، عملت كورس كامل على منصة يوديمي وسايبة ليكم الرابط في أول تعليق. يلا بينا نبدأ الفيديو. هنتكلم النهاردة عن تثبيت الخلايا أو تثبيت الصفوف أو تثبيت الأعمدة وأنا شغال في المعادلات الحسابية. مثلا لو أنا عندي برودكت معين، لو البرودكت ده ليه سعر بالمصري وأنا ببيعه على حسب الكاستمر إيه بالنسبة لي، العميل لو مصري هو خد بالسعر المصري، لو هو هيدفع بالدولار هياخد بسعر الدولار. يعني أنا مثلا أنا عندي ويب سايت أو أيا كان ببيع في متجر، وعندي المنتج الواحد ليه سعر بالمصري وسعر بالدولار. فببساطة شديدة إحنا عارفين إن سعر الدولار كل شوية بيتغير، فمش معقولة إن أنا كل شوية أخش أفضل أقعد أعمل حسابات وأقعد أشوف هيتغير لكام. فببساطة أنا باكون عامل خلية كده مثلا، الخلية دي هابقى مثبتها، هي كل شوية هعمل الأبديت فيها، هي هتسمع في كل شيت معايا. طب هعملها إزاي؟ البرايس أهو بتاع الدولار، بعمل إن هو بيساوي وبختار السعر المصري وبضربه في الخلية دي، تمام؟ واضغط انتر كده خلاص. هي أول خلية دي خلاص اتربطت بدي. بس أنا لو عملت كده دراج مثلا، هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن هو خد الخلية اللي تحتيها واللي بعديها خدت الخلية اللي تحتيها وهكذا، ما ثبتش الخلية. فطبعا كده أنا ما عملتش الفانكشن اللي أنا عاوزها. فببساطة شديدة لما الخلية دي الأول اللي هي اسمها E2 بروح بحددها، ومن الكيبورد بعمل فانكشن F4 FN F4 كده هي اتثبتت ازاي؟ ان هو عمل دولار قبل الاي اللي هو الكولو، ودولار برضو قبل الاتنين اللي هو الصف. هو كده ثبت العمود والصف، فهو الخلية دي بقت بالنسبة له ثابتة. وقت ان انا عملت دراج هتفضل هي الخلية دي اللي انا مختارها. لو ضغطنا انتر وجينا عملنا دراج لقيناها سمعت. طب لو ضغطنا هنا كده نشيك اهو، رابط الخلية دي خلاص، هو اعترف بالصف اللي جنبي، هو على طول هياخد في المعادلة الصف ده وربطه بالخلية دي، فكده أنا ثبت الخلية دي. في أي وقت أنا جيت غيرت قيمة الخلية دي ومثلا خليتها 51، هنلاقيها سمعت معانا في الشيت. فكده طريقة بسيطة جدا اللي هي الابسولوت ريفرنس، أنا ثبت الخلية بتاعتنا وعلى طول بتسمع أول بأول في الشيت. بكده نكون خلصنا شرح الفيديو بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي. ولو حابب تتعلم إكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، هتلاقي الكورس كامل على منصة يودمي وسايبة ليكم الرابط في أول تعليق. شكرا لكم.